مساء الخير على كل متابعين. صاحبة القصة بتقول اسمي دعاء من محافظة سوهاج. قصتي بجد محتاجة إن كل الناس تسمعها، وياريت تقولي ممكن أعمل إيه في حل مشكلتي. بتبدأ حكايتي من دايما عندنا عادات وتقاليد في الصعيد من سنين ما بتتغيرش، يعني زي مثلا البنت لابن عمها من ساعة ما تتولد. وفعلا هو ده اللي حصل من ساعة ما اتولدت، وأهلي وأهل محمد ابن عمي قروا فتحتي وأنا لسه طفلة صغيرة، واتفقوا خلاص إن إحنا كده كده هنتجوز، وهو ليا وأنا ليه. وكبرنا فعلا على هذه الطريقة. وفعلا حبيت محمد جدا لأنه كان شخص محترم وبيخاف عليا، وكنا طول الوقت في بينا تفاهم قوي جدا لحد ما وصلت سن 19 سنة. وطبعا بالنسبة لناس كتير ممكن تكون بتسمعني ان السن ده صغير، لكن احنا عندنا بقى السن ده كده تمام. ودايما في القرى الصعيد والاماكن اللي هي ليها عادات وتقاليد كتير دي، دايما بنتجوز واحنا صغيرين. وطبعا من هنا بدأ أهلي يعني يقولوا لمحمد خلاص يلا جهز نفسك، عشان دعاء خلاص كبرت وبقت عروسة عشان تتجوزوا ونفرح بيكم. لكن ساعتها محمد كان لسه قدامه شوية، كان عنده أحلام كتير عايز يحققها قبل الجواز، وطلب منهم إن هم يصبروا عليه شوية لأنه مش جاهز. وبالفعل ساعدت اخواتي واهلي، يعني والدي واخواتي الاتنين قالوا له تمام مفيش اي مشكلة. وطبعا من هنا جهز نفسك وفي اي وقت دعاء قاعدة مستنياك. ومن هنا طبعا كان عندي اخواتي بيحبوا دايما التجارة، وبيحبوا دايما المال والمادة، ودايما عندهم طموح زيهم زي اي شباب. كان دايما اخويا الكبير اللي مخلي اخواتي الاتنين الصغيرين اللي اصغر منه في السن هم برضو شباب بيسافروا وبيشتغلوا. وطبعا بقالهم زي سنتين كل سنة في موسم معين بيسافروا بيعملوا حلويات معينة وأكلات معينة، لحد ما في يوم أخويا قرر إن هم يسافروا شغلهم عادي جدا زي كل سنة. لكن المرة دي كان الأمر مختلف تمام. قرر إن هو يشتري محل في مكان يعني بعيد عننا شوية، بس مكان راقي وكويس. فكانوا بيضطروا يسافروا ويرجعوا لأن ما كانش ليهم سكن، ده في بداية المشروع. وطبعا ده كان بيهدر من الوقت كتير، وكان بيخليهم مش قادرين ان هم يرتاحوا ويقدروا يأدوا في عملهم كويس. ومن هنا جات لهم فكرة ان هم لازم يعني يشتروا شقة. طبعا في الاول اخويا الكبير قال نأجر وكده، لكن طبعا شاف ان كده الفلوس بتروح على الارض، وان هم كده كده لازم هيفضلوا هناك على طول بحكم عملهم. فقرروا ان هم يشتروا شقة، وفعلا اشتروا الشقة وبدأوا ان هم يقعدوا فيها. وبعدها بعد أول أجازة لقيتهم بيقولولي ايه رأيك لو تيجي معانا يا دعاء، منها تشوفي القاهرة والجو الجميل، وفي نفس الوقت تغيري جو، وفي نفس الوقت تعملي لنا الأكل وتخدمينا وتراعينا يعني وكده وتتفسحي. قالت لهم والله أنا موافقة، وفعلا الموضوع يعني بجد عجبني، وفعلا أنا محتاجة أغير جو وأطلع برا القرية من سنين وأنا نفسي ده يحصل. وحصل فعلا، وبدأت تجهز نفسها دعاء وهي سعيدة ومبسوطة جدا جدا. ما كانتش هتعرف ان من بداية الرحلة دي حياتها كلها هتتغير، وان يا ريتها ما سافرت معاهم ولا وافقت ان هي تروح. وفعلا خدوها معاهم وسافرت. كانت بتنزل كل يوم في وقت معين تودلهم الغدا اللي هي مجهزاه، لأن بحكم الشغل الكتير ما كانش بيبقى فيه وقت فضا إنهم يطلعوا ياكلوا. فهي طبعا كانت مسؤولة بموضوع الأكل، كانت بتجهزه وبتنزل على طول توديهولهم المحل ده عشان ياكلوا ويتغذوا زي ما بيقولوا. المهم في يوم نزلت وكان عندهم ضغط طلبات كتير، وبحكم ان هم يعني بيحبوا الفلوس وبيدبروا الامور شوية ما كانوش حابين يجيبوا معاهم اي صنايعية. بس لما لقوا الشغل عندهم كتير فبدأوا ان هم يعني يقترحوا عليها ان هي تبقى بدل ما بتبقى زهقانة طول الوقت
ممكن تنزل تقعد تشتغل معاهم في حاجات بسيطة كده معاهم يعني وهم شغالين. وطبعا هي رحبت بالفكرة جدا ووافقت. كانت بتروح بس مش كل يوم، يعني بعض الأوقات لما كانت تحب إن هي تغير جو كده زهقانة من قعدة البيت. وفي يوم طبعا خلصت كل شغلها بدري ونزلت، كان عندهم زحمة شغل، وقفت معاهم ايديها بايديهم مش هم شغالين، لحد ما دخل عليهم واحد كان سنه في حوالي 55 سنة، اسمه الحاج علي. وطبعا ده مقاول كبير جدا في المنطقة اللي هم فيها، ومعروف غير ان هو يعني حالته المادية ميسورة جدا، وكل الناس عارفة إن هو راجل ميسور الحال وبيتمتع بسمعة طيبة. ولما دخل وشاف دعاء لفتت نظره جدا من أول لحظة وأعجب بيها، وبدأ من هنا يتكلم مع اخواتها. ولما سألهم إن دي أختكم مخطوبة أو لأ، قالوا له هي مخطوبة ومش مخطوبة. قال لهم يعني إيه؟ مش فاهم حاجة. قال له يعني ابن عمنا متكلم عليها بس لسه مفيش جواز رسمي. المهم قال لهم يعني هي كده مش مخطوبة. ومن هنا بدأ يفكر في الموضوع، وطبعا بدأ يتردد عليهم وينفعهم كل يوم عشان بس يشوف دعاء. وطبعا في يوم اتجرأ وبدأ يطلب ايديها من اخواتها. وطبعا في الأول اخواتها مبقوش عارفين يرد عليه ويقولوا له ايه. في الأول رفضوا وقالوا له ما ينفعش، لأن الشخص اللي متكلم عليها ده مش غريب، ده ابن عمنا. بس طبعا الحاج علي أغراهم بالموضوع وبدأ يقول لهم إن فعلا هيبقى الخير عندنا كتير، لأن أنا عندي مصنع بيشتغل في الموضوع اللي انتوا بتعملوه الحلويات والحاجات دي، وهقدر أورد لكم كل اللي انتوا محتاجينه. ده غير طبعا عندي حاجات كتير قوي ومشاريع كتير ممكن نشتغل فيها مع بعض. ومن هنا طبعا بدأوا يقولوا له هنرد على والدنا ونرجع لك، لكن ما نقدرش نديك كلمة. ومن هنا بدأوا يفكروا، وفعلا أول أجازة نزلوا فيها بدأوا يتكلموا مع أبوهم اللي هو أبو دعاء، وبدأوا يقولوله على كل اللي حصل. ولما فكروا في الموضوع مرة واتنين لقوا إن الموضوع هيبقى فيه يعني منفعة كبيرة، بالذات إن عرض عليهم مهر كبير جدا ما كانوش أبدا يتخيلوه. وليه الحاج فواز بيعرض المهر الكبير ده؟ لأن مش بس إن دعاء جميلة جدا وعجبته، ده كمان لأن هو ما جابش أولاد طول السنين دي، واتجوز مرتين قبل كده وما حصلوش نصيب في الأطفال، فكان أمله إن دعاء هي اللي تحقق له أمله. وطبعا لما حاولوا يضغطوا على والدهم قدروا يقنعوه. وطبعا من هنا بدأت حاجات كتير تتغير. اتفاجئ الدعاء بهم انهم بيرفضوا ابن عمهم وبيقولوا له ان كل شيء نصيب. وطبعا دي كانت صدمة كبيرة لأهل القرية والأهل محمد ابن عمها. وطبعا في الوقت ده عايزة اقول لكم عمهم بدأ يقاطعهم تماما وما يروحش عندهم وزيه زي ناس كتير، لأن ما كانش مصدق إنه اللي هم عملوه ده ممكن يحصل منهم أبدا. وفي الوقت ده حاجات كتير اتغيرت، أما دعاء كانت في حالة فعلا صعبة جدا، وبدأت هي كمان تتكلم وتقول إن أنا مش موافقة ومستحيل أتجوز الشخص ده، ده راجل سنه كبير ومهما يجيبلي من المال أنا مش عايزاه. ومن هنا طبعا رد عليها والدها واخواتها وقالوا لها ما عندناش بنات تقول رأيها، اللي احنا نقوله ونعمله هو اللي يمشي. وفعلا جه تقدم الحاج فواز بناء على ان دعاء موافقة والكل مرحب، وتحدد اليوم اللي هم هيقعدوا فيه ويقروا الفاتحة ويقدم الشبكة والمهر زي ما بيقولوا، ويحددوا ميعاد كتب الكتاب. وكل ده حصل في يومين بس. أول يوم قدم الشبكة والمهر وقعدوا واتفقوا على كل حاجة، وتاني يوم كان كتب الكتاب. وطبعا من هنا بدأت دعاء تفكر هعمل ايه وازاي اخلص من الموضوع ده، وهم مش مخليني اخرج من البيت ولا لحظة، ولا بيفرقوا البيت ولا بيفرقوني.
طبعا خلاص قررت إن لما يجي المأذون اللي هيكتب كتب الكتاب هتبدأ تقوله إن هي مش موافقة، وده خلاص الحاجة الوحيدة اللي بدأت إن هي تستند عليها. وطبعا أهلها كانوا فاهمين إن هي ممكن تعمل كده، وجه اليوم اللي كلنا عارفين إن أهلها مستنيينه وكتب الكتاب ساعتها جه. طبعا المأذون طلب يشوف العروسة اللي هي دعاء عشان تقول رأيها، لكن ساعتها رد اخواتها الرجالة وبدأوا يقولوا ما عندناش بنات بتظهر في وسط الرجالة. فهنا بدأ المأذون يقول لهم على حل، قال لهم ممكن تجيبوها وهي منتقبة. وفعلا هنا سألها، قالوا له برضو ما ينفعش. قال لهم خلاص ممكن نسألها من ورا الباب. قالوا له تمام، واتفقوا مع والدتهم ان هي تكون بدل دعاء. وسألها قال لها موافقة المأذون على كتب الكتاب من ورا الباب؟ ردت والدتها وقالت له اه. ومن هنا تم فعلا كتب الكتاب، وكانت دعاء في حالة صعبة ومش عارفة تقول ايه. وساعتها طبعا دعاء ملقتش قدامها أي حل، حاولت تشوف تليفون وهم مشغولين في كتب الكتاب واطمنوا إن كله تمام خلاص. بدأت تكلم محمد وسألته بتحبيني وشاريني؟ قال لها طبعا. قالت له يبقى دلوقتي تستناني برا على الطريق. ومن غير نقاش ومن غير كلام محمد قال لها حاضر. وفعلا دعاء خرجت ولقت محمد مستنيها في وقت مناسب والكل مشغول ومش محدش حاسس بيها. وفعلا قابلت محمد وبدأوا إن هما يتحركوا من القرية. وطبعا هنا بدأ إن هما أهل القرية كلهم تاني يوم يحسوا بعدم وجود دعاء ومحمد كمان. وكانت الصدمة الكبيرة لإخوات دعاء، إزاي كل ده حصل؟ مش قادرين يصدقوا. القرية كلها بتتكلم، وطبعا دي قرى صغيرة جدا ومفيش فيها أي حاجة بتتخبى. هو الدعاء هيتجننوا حرفيا. أما الحاج فواز كانت صدمة عمره لما عرف إن دعاء ما كانتش موافقة، وكان شكلهم وحش ومحرج جدا قدامه. رد عليهم وقال لهم لما البنت مش موافقة ليه ما قلتليش إن هي مش موافقة على الجواز ومش حابة تتجوزني؟ ليه خبيتوا عليا؟ وفي الوقت ده طبعا كان شكلهم وحش جدا. وبدأ هنا محمد ودعاء ينقلوا حياتهم لحياة تانية. سافروا وبدأوا يدوروا على شقة فعلا، وفعلا لقوا شقة وبدأوا يأجروها. ومن هنا بدأت دعاء تقول لمحمد لازم نتجوز، لازم ان احنا يكون حياتنا قدام كل الناس جواز رسمي وعلني. قال لها ازاي وانت خلاص انكتب كتابك رسمي وعند الحكومة فعلا انت بقيت مراته؟ ردت عليه وقالت له خلاص نتجوز عرفي. وطبعا من هنا فعلا تم جوازهم. كان ليه صديق مقرب جدا من القرية لمحمد، وبدأ ان هو يكلمه ويحكي له ان هم خلاص فعلا بدأوا حياتهم وفعلا اتجوزوا خلاص. الكلام وصل لأهل دعاء وكمان الحاج فواز. كانت صدمة كبيرة جدا لاخواتها. وطبعا في الوقت ده بدأوا ان هم يكلموا صديق محمد ده ويقولوا له يا ريت تكلمهم يرجعوا واحنا موافقين على جوازهم. ولكن دعاء ومحمد ما كانوش مطمنين. بس اول ما بلغوه ان الحاج فواز فعلا راحوا شرحوا له الموقف والراجل تقبل الموقف وفعلا طلقها. ولما عرفت دعاء ومحمد كانوا مبسوطين جدا جدا، ولكن كانوا مستنيين يمر الوقت عشان يقدروا يكتبوا رسمي. بس طبعا هنا صديق محمد بدأ يقول له كل المعلومات اللي هم قالوها، لما قالوا يعني ان هم ما عندهمش مانع ان هم يرجعوا هيساعدوهم ويعملوا لهم فرح كمان. محمد في الأول وافق ورحب بالفكرة، وفعلا كان عايز يرجع البلد. لكن دعاء كانت قلقانة جدا من خواتها الرجالة وكمان والدها، وبالذات هي عارفة ان اللي هي عملته ده لا يغتفر، وان هم اكيد مؤكد ان هم مش هيعدوا الموضوع كده بسكوت. كانت خايفة اي حاجة تحصل، ومن هنا رفضت تماما ان هي ترجع البلد. وهنا بدأت حياتهم تستمر عادي. وطبعا بدأت الحكاية في البلد تتنسي فترة في التانية، لكن حياة محمد ودعاء
تمت بعد ال3 شهور، وفعلا راحوا كتبوا الكتاب، وبعد كده بعدها بشهر واحد كانت حامل، وجابوا دلوقتي أول بيبي وسموه على اسم باباه. وطبعا ده كان ولد، وكانت فرحتهم كبيرة جدا، لكن محدش يعرف مكانهم لحد النهاردة. دعاء بتقول أنا نفسي أشوف والدتي ونفسي أشوف والدي، وحشني المكان اللي عشت واتربيت فيه في وسط أهلي، اخواتي كمان وحشوني جدا جدا. من وقت للتاني بحاول أكلم والدتي وأسمع صوتها وأطمن عليها، وطبعا لأنها وحشاني جدا، وآخر مرة كلمتها كانت بتترجاني بقوة إن أرجع، وكان صوتها تعبان ومهموم جدا. لكن بصراحة لحد دلوقتي مش قادرة أخطي الخطوة دي. عندي إحساس إن أنا ممكن لو رحت ورجعت حياتي كلها ممكن تنتهي. فبجد النهاردة أنا معاكم عشان تنصحوني وتقولولي أعمل إيه، ممكن أرجع وفعلا يحصل حاجة، ولا مرجعش أصلا وأنسى الموضوع تماما كأني ما كنتش في المكان ده أو في القرية دي في يوم من الأيام. وعايزة رأيكم اللي أنا عملته ده كان صح أو غلط؟ يعني أنا لو كنت كملت مع الشخص اللي اخواتي أصروا إن أنا أعيش معاه عشان الفلوس، يا ترى لو كنت اتخليت عن محمد ووافقت فعلا، دي حياتي اللي كانت هتبقى صحيحة ولا لأ؟ طب يا ترى قراري إن أنا أعيش حياتي مع محمد الإنسان اللي اتربيت وكبر حبنا معايا ومعاه وفي تفاهم ما بينا، ولا كان غلط إن أنا مشيت وسبت أهلي؟ حاجات كتير جدا بتيجي في دماغي بفكر فيها، لكن في نفس الوقت ماليش حد أتكلم معاه بصوت عالي، فبعت حكايتي وقصتي عشان تسمعوها وتقولولي ممكن أعمل فيها إيه، لأن بجد الحكاية دي شغلاني جدا، وكل يوم بفكر فيها أكتر من الأول، لكن في نفس الوقت مش قادرة أخد فيها قرار يعني نهائي، لأن كل يوم بحس إن أنا مش قادرة أكمل في الموضوع. قصتي بصراحة هي قصة أنا عارفة ممكن تكون قصة ناس كتير، بس بتختلف في الأحداث وفي المواقف اللي حصلت. ياريت تكتبولي وتقولولي رأيكم بصراحة وممكن أعمل إيه.